السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الريب عاقد وسائل. غادي نحضروه دفعه واحده، ريب ناجح 100%. الريب اللي خديته من عند مول محلابه شخصيا، اللي كنخدم به هذه سنوات. صراحه ما عمره حشمني، لا بالنسبه للريب العاقد ولا بالنسبه للريب اللي كيجي هكايا سائل اللي كيتباع في القراعي. وصفة اللي هي ناجحة 100%، كنخدم به منذ سنوات ما عمرني بدلته لأنه ناجح 100%. أول حاجة كنحتاج هنايا الحليب ديال البقر. عندي هنايا 5 يطرو ديال الحليب. بالنسبة للكمية ممكن تخدموا غير بإطرو ديال الحليب. عندي 10 المعالق ديال سكر سنيدة، 2 ساشيات ديال الفاني. الا كنتو غادي ديروا اطرو ديال الحليب، بالنسبه للسنيده راه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. وبالنسبه للفاني ديروا غير وحده في الاطرو اولا في جوج اطرو. كنحرك هذيك السنيده مع الحليب حتى كتذوب ليا، ما نخليهاش حاتله في القاع ديال الطنجره باش ما تحرقش ليا من ندير فوق العافيه. صافي كندير الحليب ديالي فوق العافيه وكنخليه حتى كتطلع فيه الغليه وكيفيض على هذا الشكل. وكنطفي عليه البوطه وكنخليه حتى كيبرد، ولكن ما كيبردش مزيان، كيبقى واحد شويه سخون. ملي كندير فيه الاصبع ديالي بهذا الشكل كنحس بيه راه سخون، ولكن في نفس الوقت ما كيحرقناش. هنايا غادي نصفي هذا الريطه اولا ديك الزبده اللي كتكون لي القشره ديالها من الفوق. الزبده اللي كتكون في الحليب كتولي على شكل القشره. كنحيدها بالصفايه وغادي نضيف 2 ياغورت بنكهه الفاني. بالنسبه لدانون خذوا هذا دانون اللي كيكون كريمي من الاحسن، كيجي زوين في الريب وما كيجيش محبب. كندير 2. الا درتو اطرو ديال الحليب او 2 يطرو ديروا غير واحد. انا كندير 2 في الخامسه. صافي هنايا غادي نخلط هاد الياغورت مع الحليب بالخلاط اليدوي. كما كتشوفوا معايا البنات، هنايا الحليب راه باقي طالع فيه واحد شويه ديال السخونيه، ولكن راه ما كيحرقش. ملي كديروا فيه الاصبع ديالكم ما كيحرقكمش، كيبقى ديك السخونيه باش كتخمر لينا الريب وكيختار لينا وكيجينا عاقد. من بعد ما خلط الحليب ديالي مزيان مع دانون غادي نصفيه. ضروري كنصفيوه البنات باش ما كنخليوش فيه دوك الشوائب، باش كيجينا الريب ديالنا خاتر وكيجي عاقد وما كيجوش فيه دوك الحبيبات، يعني كيجي القوام ديالو زوين. ضروري تصفيو الحليب ديالكم. هذا الريب البنات راه ناجح 100%. جربوه بعينيكم مغمضين، لانني خديته من عند واحد السيد كان خدام في المحلابه، هو اللي عطاه ليا. الصراحه من نهار خديته من عنده وانا كنخدم به دائما كينجح ليا وما عمره حشمني. من بعد ما كنصفي الحليب كنرجعو للكوكوط وكنسد عليها وكندير ليها الصفاره. غادي نغطي عليه بواحد المانطه. بالنسبه للريب راه 6 سوايع كيكون واجد. انا وجدته هنايا في الليل لان الحليب جا ليا في العشيه، وجدته في الليل وخليته حتى للصباح. منين الصباح درت الكوكوط ديالي غير واحد ساعتين في الثلاجه. من بعد ما خرجته كيكون هذا هو القوام ديالو، يعني راه ما خليتوش برد مزيان، هو راه كل ما برد كل ما كيعقد وكيجي زوين. هنا دازت عليه غير المده ديال ساعتين وجبدته. شوفوا القوام ديالو تبارك الله ما شاء الله، كيجي عاقد وناجح 100%. هنايا خديت الكميه اللي بغيت تبقى ليا عاقده درتها في زليفات بهذا الشكل، والكميه اللي بقات غادي نخلطها بالخلاط اليدوي باش يرجع ليا ريب سائل. يعني غادي نحضروا ريب سائل وعاقد دفعه واحده. هنايا كنخلط الريب ديالي بالخلاط اليدوي بهذا الشكل حتى كيرجع ليا ريب سائل. خلطوا غير شويه البنات ماشي بزاف، صافي غير كيولي لكم الريب ديالكم سائل صافي وحبسوا، ما تبقاوش تخلطوا فيه بزاف باش ما يجراش لكم بلا قياس. صافي شوفوا لي الريب تبارك الله ما شاء الله كيفاش كيكون القوام ديالو، يعني كيجي صافي وما كيجيو فيه لا حبيبات لا شوائب لا حتى شي حاجه، كيجي عاقد وخاتر وكيجي الشكل ديالو زوين. هنايا غادي نخوي معكم في الكاس باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي خاتر تبارك الله ما شاء الله. رايب ليه هو ناجح 100%. شوفوا لي القوام ديالو كيفاش كيكون البنات، كيكون خيط واحد وكما قلت لكم كيجي صافي ما كيجي فيه لا حبيبات لا حتى شي حاجه، وكيجي المذاق ديالو اكثر من رائع. نتمنى انكم تجربوه ان شاء الله وينال اعجابكم. وصفه اللي هي ناجحه اكيد. الرايب كنخدموا به بزاف في رمضان، كاين الناس اللي كيتسحروا به. حضروه لوليداتكم في الدار، ممكن تحضروه حتى بالحليب ديال الكرطوشه اللي كيتباع في الحانوت. بالنسبه للريب العاقد غادي نزيد عليه واحد شويه ديال صوص ديال الفريز.
ممكن ديروا السيرو ديال الرمان الا توفر لكم، اولا تقدموا غير هكاك، راه كيجي زوين ولذيذ في المذاق ديالو. كيكون هذا هو القوام ديال الريب العاقد. شوفوا كيفاش كيجي عاقد تبارك الله ما شاء الله، يعني كما درتي ليه كيجي زوين ناجح 100% بدون اي اضافات. نتمنى انكم تجربوا ان شاء الله وينال اعجابكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا بتعاليقكم الزوينه ولي لايك للفيديو. الا كنتي اول مره كتزوري القناه ديالي ما تنسايش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. بارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. السلام عليكم، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.